النهارده انطلاقه جزء جديد جدا وهو الدعامه في الانسان. تاخد بالك انا ببقى شايل النونو ازاي؟ ماما تقول لك لما تيجي تشيل النونو ماما هشيله كده؟ ايه هو ده؟ لا طبعا مرفوض. لسه مولود يا بيت. طب اشيله كده؟ برضه لا ما ينفعش يا بيت. امال هنعمل ايه؟ بص يا حبيبي، اول حاجه بابا سمي الله. ماشي سمينا. ايدك تعمل كده وراسه، شايف راسه فين؟ تحت كوعك هنا اهو. ايدك دي تفضل ماشيه مع عموده، مع العمود الفقري. تلاقي تيتا ماما خبره ممكن تشيل النونو بايد واحد وتتصور بيه. صور يالا، او لو توأم بقى كده. انت لسه، فهتلاقي بتقول لك وايدك التانيه تحت وسطه وما تبوسوش دقنك. مش لا مش الفكره في الدقن، ولا فكره انك هتبصم ولا فانت ليه كل الاحتياطات دي ليه يا ماما وملفلفاه ومقمطاه؟ ليه؟ عشان ايه ده كله؟ انت كلبه، انت معفنه، انت مش تسمع. بص يا حبيبي، انت لازم تفهم ان عظمه في اللحظه دي لسه ميه. ليه لما يجي واحد بيلعب رياضه رفع اثقال يقولوا له ما ينفعش تشيل الثقل كده؟ امال يشيل الثقل ازاي؟ يقول له بص بقى، تنزل كده 1 2 3 4. ما نزلتوش ليه؟ عشان لو لقيت هو انا ناقصاكوا على الارض. وتاخد الثقل على صدرك وترفع كده. قال لك لحمايه الفقرات القطنيه. طب واحد بيميل كده ما ينفعش. لازم لما يجي يشيل ثقل، تعالى نتخيل مثلا ده مثلا رياضه رفع اثقال والحته اللي قدامك دي 50 كيلو اهو مرميه في الارض. واحد يقول لك ايه؟ خلاص هاتها كده. شايف الشيله دي غلط، الضغط هيبقى هنا. يقوم امال الصح يا دكتور؟ بص يا ريس، تنزل كده تاخد الثقل وانت عامله كده اهو ماشي، تاخد الثقل كده وتطلع بيه كده. انت بتعمل سلامه للفقرات القطنيه. نتقابل على خير ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه. اشوفكم يا رب متفوقين ورافعين راسنا دايما. باي باي، سلام.